الشعوب دي مش مسألة مؤامرة، دي حاجة حاصلة في العالم كله من أمريكا الجنوبية لأقصى آسيا. بيسيطر على مكونات الشعوب دي ومقدراتها، وبيدمر القوى التقليدية بتاعتها. أي شيء فيه أخلاق ولا فيه ثوابت دينية ولا ثوابت اجتماعية ولا ثوابت عرقية بيدمرها. باعتبار انت هب بتاع على وش الدنيا وشوف العالم فيه شنو، العالم الرأسمالي ده عالم متوحش. الناس الواعيين المناضلين نضال قوي جدا ضد الرأسمالية وضد النيوليبرالية، ضد الانسلاخ من هوية الشعوب بتاعتهم، زي ناس امريكا الجنوبية ديل اللي مشوا دمروا ماكدونالدز دي. دي ما رمزية انتم ما قريتوا عنها؟ في بوليفيا تقريبا مش كده؟ مشوا هجموا على مطعم ماكدونالدز وحرقوا، لانه عندهم وعي انه ده انسلاخ من القيم بتاعتهم، مش عنصريه تجاه قيمهم، لا، لانه انت لما تقبل القيم دي اللي هي اصلا ما قيم بتستبيح ثقافتك وتاريخك. بعد شويه انت هتؤتمر بامر واحد ثاني قاعد هناك في واشنطن، مشوا حرقوا المطاعم وكسروها. قبل ايام حصل انقلاب ضد الزول بتاع بوليفيا ذاته. هتقعد انت مسكين كم ذاك خشت وكم ذاك مرقت وشكرا حمدوك وبتاع، بيجي بيبلغوك ويبيعوا ثرواتك. الاماراتيين دول يسيطروا على الموانئ دي كلها، ده يجوا ليه حقتهم. هتواجه الحكايه دي كيف انت؟ الجماعه الحاكمين دول ذاتهم فيهم ناس نيوليبراليين يتدربوا، انا اقول لكم بصوره واضحه، يتدربوا هناك في الغرب على انه يقول للسوداني ده اي شيء بس يكون خالي قيمه، ما يكون فوق اي قيمه. لا تتكلم عن دين لا تتكلم عن لغه. بس كلمه سؤالين عن المعاش والاقتصاد، طبعا احنا نحن جعانين وفقرانين، الحكايه دي بتدغدغ مشاعرنا يعني، لكن ما عارفين انه ورا العالم ده في قيم ثقافيه وراه. يا اخواننا في زول بياكل زول يشرب وساي ساي كده لوجه الله تعالى. ليه يعني صحوه الضمير دي في الغرب؟ ناس كانوا مستعمرين الناس 5 قرون بيمصوا في دمهم، في لحظه يبقوا ناس ملائكه، ولا هو نمط جديد من التفكير؟ طيب انت لو ما عملت وحدتك الداخليه دي وعرفت وجهتك وحددت ثقافتك وعملت الوحده الوطنيه الداخليه بتاعتك وسبت استهبالك اللي بتعمله ده، بلدك ده حتضيع. مره على السودان ده ايام احنا كنا كاسلاميين بنفتكر يعني على التوفيق والاعتراف، يعني احيانا بيجي للواحد زول الاسلامي ده غرور كده انه خلاص يعني الدوله الوطنيه دي ما حاجه عندها معنى. لو تفرتك السودان ده ما بتشتغل في اي حته، والسودان ده نزل في القران ما نزل في القران، وذات عمرو محمد علي باشا وشنو بيقول كلام زي روحك يعني. لكن بالصدقا يعني مرت لحظات على السودان ده في الشهور الماضيه كان ممكن يتفرتك، وما زالت اللحظات دي قائمه حتى هذه اللحظه، لانه ما في زول رشيد ولا في مثقفين ولا في حركه بتاعت وعي ولا في حركه بتاعت تحليل اجتماعي ولا ثقافي ولا تاريخي، لان احنا نخلي قضايانا كلها للانتهازين يستلموها هم ويديروا البلد. على العموم انا حاولت اتكلم كده هبيش، وطبعا ان كلامنا كثير، وقلت انا ليوسف ده من البدايه خلينا نسمع من الناس اكثر يعني.